كيفكم يا صبايا؟ شو اخباركم؟ الجزء السفلي يعني ماكل همكم 24 ساعة، بدكم تعملوا تكبير للجزء السفلي، منظر حلو، شكل حلو لمنطقة المؤخرة، الفخاد، تمام؟ ان شاء الله بدي اعطيكم مجموعة تمارين تلعبوها بالطريقة اللي حتشوفوها تطبقوها في الجيم ان شاء الله، وراح تشوفوا فرق رائع جدا جدا على الجزء السفلي من الجسم، راح تعملوا الشكل اللي بدكم اياه، بس ركزوا في التمرين واهتموا بالتغذية تاعتكم، وان شاء الله حتشوفوا الفرق اللي بتتمنوه. نلعب تمرين سكوات، تمرين الرائع جدا واللي بيشمل تقريبا 70% من عضلات الجزء السفلي من الجسم. راح اشوفكم كيف نلعبه بالطريقه الصح. تمام، هلا اول شيء حملنا الوزن. تمام، بدنا نكون نعرف كيف نحمل الوزن بطريقه صح حتى نحافظ على توازننا، ما نصير نروح ونيجي بالوزن زي هيك بالطريقه التاليه. فاحنا اول شيء بنمسك البار، تمام، مسكه كويسه، وبنزل في اجر واحده بس زي ما انتم شايفين تحت البار، ما في داعي انزل بالرجلتين واحمل الوزن لاني ما راح اتوازن. تمام، راح انزل برجل واحده، اطلع في البار وارجع طبيعي بكل توازن. تمام، راح نفتح رجلينا شوي لبرا، تمام، ناخذ نفسنا، ظهرنا مستقيم، تمام، راح ننزل بالطريقه التاليه، وكل واحد ينزل على حسب قدراته، لانه في ناس ممكن يكون عندها مشاكل في الركبه ما بتقدر تنزل للاخر، فكل واحد ينزل قد ما بيقدر، المهم الظهر مستقيم. رح نلعب هلا السكوات بجهاز سميث كمان، ولكن رح نستهدف الجلوتس. تمام، رح نعمل عملية نقدم رجلينا لقدام شوي، تمام، مش السكوات اللي هو معتادين نلعبه بالطريقة التالية، رح نقدم رجلينا لقدام شوي وننزل بالطريقة اللي حتشوفوها هلا. طبعا رح نقدم للأمام، شايفين كيف قدمنا، وبننزل وبنطلع هيك، بنستهدف الأماميات مع منطقة الجلوتس. راح نلعب هلا تمرين سكوات. تمام، راح نوسع منطقة القدم لحتى نستهدف الجزء الداخلي، وراح نمسك الدامبلز بالطريقة التالية، وراح نطلع وننزل بالطريقة اللي عم تشوفوها. شكل آخر من تمرين اللينجز اللي بنستهدف فيه، حكينا صورة أولى الكوادراسيبس الأمامية، هلا راح أشوفكم طريقة للسيدات أكثر شيء بيستهدفوا فيها منطقة المؤخرة. تمام، راح نعين منطقة القدم. تمام، احنا في فيديو سابق حكينا انه لما بننزل بنكون الظهر مستقيم، ولكن عشان نعمل عملية تكبير لمنطقة المؤخرة راح ارمي رجلي شوي كمان، وراح احني الظهر شوي مع انه يكون مستقيم، يعني يكون للامام، مش محني بالطريقة هاي، لا يكون للامام، وراح انزل واطلع.
راح اشرح لكم هلا تمرين المشين الخاص بالاماميات لعضلة الفخذ، تمام، اللي موجود في كل جيم، ولكن نشرح هلا كيف راح نلعبه بطريقة صحيحة. تمام. اول شيء بدي اضبط الكرسي انه الرجل تكون جاي مع آلة الكرسي، ما تكون طالعة لبرا او داخلة لجوا كتير. تمام. القدم شايفين كيف وضعها؟ مش هيك، راح تكون بالطريقة التالية، بحيث لما بطلع راح تكون مواجهة لإله. تمام. وانزل. نجاحك في هالتمرين بيعتمد على الهدوء اللي بتلعب فيه. تمام. اني العب بالطريقة هاي ما راح استفيد بالمرة. تمام. احنا عم نطلع نثبت لثانية وننزل على مهلنا، نطلع نثبت لثانية وننزل بكل هدوء، والرجل ثابتة ما تغير شكل وضعيتها. هلا على الماشين الخلفية الهامسترينج، تمام، كيف نلعبه؟ هو موجود وهو يعني من افضل التمارين اللي بتخص العضلة الخلفية للقدم. تمام. بكل بساطة رح نرجع للآخر ونهتم بالهدوء لما بنلعب لحتى ناخذ أقصى استفادة من التمرين. شكل آخر وشكل لا تهملوه في تمرين البطات، هذا إجباري يكون معكم في أي تمرين تلعبوه. تمام. رح نلعبه على جهاز السميث، في جيمات بكون فيها جهاز أصلا خاص للبطات. تمام. رح نطلع بشكل كامل ثبات وننزل للآخر بالطريقة التالية. أهم شيء التركيز وما نلعب بسرعة، حركة سلبية وهدوء أثناء التمرين.